بعد الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في أقل من 24 ساعة، تم تمثيل جريمة قتل السورية فاطمة الحاج إبراهيم على يد زوجها والسائق السوريين على طريق المتن السريع. فاعترف الزوج بالتخطيط لقتل زوجته بالاتفاق مع السائق ميم باء مقابل مبلغ من المال، فقام الأخير بإطلاق النار على الزوج ومن ثم باتجاه الزوجة. بعدها أخفى المسدس والأدلة الجرمية في منطقة قريبة من مكان حصول الجريمة. وكانت الخطة تقضي بإيهام المحققين بأنهم تعرضوا لعملية سلب من قبل مسلحين مجهولين. والله مطرح معين بتعرفوا؟ لا هيك يعني عجب الطريق ورجعت على رمل البيضة، غيرت البوت ورجعت لهون. بس رجعت لهون لقيته واقف برا كان على الأوستراد، قلت له تعال فوت بسرعة يعني ما خلي حدا يشوفك. جينا لهون عم بسأله شو، قال لي خالصة يعني ما عاد تتحرك. كان حياتي الزوجية فيها مشاكل كتير وكنت مفكر انه ارتبط باختها بعد هيك انه كفي حياتي معه. لا اختها ولا هي. وعلم أن الجاني ميم جين هو الإعلامي السوري ومقدم البرامج في قنوات MBC ورسالة وإذاعات روتانا FM منهل عبد القادر الجارودي. ومنهل المقيم في السعودية كان غادر الرياض أخيرا لقضاء إجازته الصيفية في بيروت ومن ثم العودة لاستكمال عمله الإعلامي.